هلو، أنا سيف الله وأنت بتتفرج على سلسلة كل 6 شهور لغة. لو دي أول مرة ليك معايا، انزل للوصف هتلاقي فيديو المقدمة اللي كنت بشرح فيه كل حاجة تخص الكورس دوت وهنمشي فيه ازاي بالظبط. النهاردة إن شاء الله هي الحلقة التانية من كورس القواعد مش بعبع. لو ما شفتش الحلقة الأولانية لازم تشوفها، حتى لو انت مذاكر الحاجات اللي فيها انت هتشوفها لغرض واحد بس، تفهم قواعد مذاكرة القواعد. النهاردة بقى هنتكلم على حاجتين، بس قبل ما نخش في صلب الموضوع رسالة تحطها حلقة في ودنك: اوعى تذاكر بالطريقة بتاعة الأكاديميك، الطريقة اللي هي فيها هي وشي وإت يجي معاهم إز. بص ركز معايا، أنا مش بطول في الكلام، أنا عاوزك تركز عشان تفهم أنا عاوزك توصل ليه بالظبط. لما بتحفظ القاعدة بالشكل دوت بتيجي انت لسه ما بتعرفش تتكلم لغه، فانت خبرتك في اللغه صفر، فهتيجي انت عاوز تقول جمله مثلا زي ايه، زي she is clever. انت اول مره تقول، فانت لما تيجي هتقولها هتعمل ازاي بقى؟ she، وهتقف 5 6 ثواني عشان تفتكر احنا كنا بنقول ان هي وشي وات بيجي معاها از، فتقول لي she is. فالطريقه دي بتخليك مع الأسف بتستخدم عقلك الباطن العربي عشان تترجم، وبيبقى العربي عبارة عن لغة وسيطة من وإلى، من عقلك إلى اللغة الجديدة، من اللغة الجديدة إلى عقلك. فبالتالي أنت علشان تتكلم بعد كده إنجليش هتاخد وقت طويل جدا جدا جدا، وده اللي أنا غلطت ووقعت فيه. فأنا جاي لك بعد التجربة، بعد ما خلاص الغلط اوريدي وقعت فيه، تعلم انت بقى. طيب امال هنحفظ ازاي؟ تحفظ بالتكرار. بمعنى ايه؟ بمعنى ما تحطش القاعده تحفظها وبعد كده تخش على الامثله، خش على المثال واقعد تكرر فيه. انت كده بتبرمج عقلك ان هي شي مش هيجي معاها غير از، مش هينفع نقول شي ار، هتحس ان الموضوع في عقلك انت شاذ مش راكب خالص. عشان كده بلاش نحفظ قواعد، تحفظش القاعده ابدا، تحفظش القاعده الا لو انت بقى ايه، بتاخد مثلا منهج في تانية ثانوي ولا في المتوسط ولا ايا كان، فانت كده بتحاول انك انت تحفظ القاعده عشان هي هيجي لك في الامتحان. هنا احفظ القاعده زي ما انت عاوز، انما احنا في الكورس اللي احنا بنعمله دوت عاوزين نتكلم انجليش، عاوزين نتكلم انجليش بطلاقه، عاوزين نتقن اللغه عشان نخش في لغه بعدها وهكذا. فاحنا محتاجين ان احنا نشرب اللغه ونبرمج عقولنا عليها، مش محتاجين ان احنا نحفظ نخش ننقل وبعد كده ننسى. تخش بقى في حلقة النهاردة على طول. verb to be، verb to be في 10 ثواني. هو أنا لازم أقول أنا أكون أحب في اللغة العربية؟ لأ مش لازم. طيب ليه؟ عشان خلاص أنت برمجت عقلك إن أنا بقول أنا أحب على طول، إنما في الإنجليش لازم تقول أنا أكون أحب. بس هي في الحقيقة ما بتبقاش الترجمة الحرفية بتاعتها أنا أكون أحب، هي ما تبقاش I am معناها أنا أكون، هي I am على بعض معناها أنا. إزاي؟ ده بالتكرار هتفهمه، دي حاجة مهما قعدت أشرح لك وأوصف لك مش هتخش جوه عقلك، لكن لو قعدت تكرر كتير 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 إيه اللي هيحصل لك؟ أنت خلاص بقيت فاهم اللغة دي ماشية إزاي بالظبط، إيه خط سير اللغة. verb to be، انا عايز اقول وانت تقول ورايا كاننا قاعدين في الفصل مع بعض. he as، she as، it is، it is، it is، he as، she as، it is. I am، I am، I am، I am. You are، we are، they are. You is شذة، you are،
you are. انت فاكر انك انت كده مجنون؟ فاكر انك انت بتعمل حاجه كده غلط؟ ده هو ده الصح. you are. he as she as. it is. we are. I are. ايه ده مش راكبه خالص، تحسها شاذه كده. I am سيف الله. I am verb to be الخاص ب I، وبعد كده أنا بعرف باسمي سيف الله. I سيف الله، تحسها عادي صح؟ بس لو أنت أمريكي، لو أنت كندي، لو أنت بريطاني، مش هتحسها عادي خالص. لما أجي أقول لك I سيف الله، تحس كده كأننا بنتكلم لغة شوارع، ممكن تتقال في الشارع عادي خالص عندهم. ولكن لو أنا واحد بقى بتاع لغه وبتاع وانسان عايز اتكلم انجليش كما يقول الكتاب والكلام ده كله، فاش اقول اي سيف الله. هو انت من كتر بقى ما هتستخدم هتلاقيك خلاص I am سيف الله، وما ينفعش غير ان هي تكون I am سيف الله. I am سيف الله. ليه؟ اصلك انت استخدمت بعد الاي اسم، فلازم هتحط الوسيط، النقله اللي بتنقلك للاسم من الاي عشان اروح للاسم لازم احط ام. ازاي هي كده؟ هو عقلك هيبدا يتبرمج على ان الام دي مش معناها اكون. ما تترجمش ترجمه حرفيه في عقلك، انسى اللي انت خدته قبل كده. ما تقوليش I am سيف الله انا اكون سيف الله، لا، هو المعنى مش انا اكون انا سيف الله. طب ايه لازمه بقى الام؟ هي لازم تكون موجوده، هي لازم تكون في اللغه، لازم تكون جنب الاي. طالما في اسم لازم احطها جنب الاي. اللي بعده she as shy. طبعا خدنا الكلمات دي في كورس الكلمات. she is shy. she's shy. she as shy. she وجت بعدها صفة. ما ينفعش اقول she shy على طول كده لازق خط، ما ينفعش. لازم احط في النص الواسطة اللي بتنقلني من الشي الى الصفة. she as shy هي خجولة. she shy هي خجولة، بس ما تنفعش تحس ان انت بتتكلم انجليش مكسر. عارف لما واحد يكون اجنبي ويجي يتكلم عربي مكسر، تلاقيه بيهمل بقى الامور اللي هي فيها الهاء ويخلط ما بين الذكر والانثى عادي خالص. او انت بتعمل كده لو قلت شي شاي، قول لي شي از شاي. اللي بعده he is 30 وعنده 30 سنه. he وبعد كده هقول رقم بعدها عمر. لازم احط الاس بتاعتي، لازم احط verb to be الخاص به. he as وبعد كده انا هقول رقم، انا هقول عمره، فاذا لازم اقول he as لازم تكون موجوده طالما هقول رقم بعدها على طول. يبقى he as 30. he as 30. بعدين اللي بعده we are your team. we are your team. اقول we your team هتفهمني. انت عارف كده ان انا انت فاهم انا بقول احنا فريقك، فهمتها. بس لو انا بقى امريكي وانت قلت لي الطريقه ديت من غير ار خالص، اللي جه في بالي على طول انك انت بتتكلم انجليش مكسر، انك انت مش من اصحاب اللغه وبتتعلم، فمش واخد بالك انك انت اسقطت اساس ما ينفعش تسقطه. we are. عشان كده قلت لك في البدايه خالص قبل ما تخش على الامثله كرر دول، هتلاقيك انت غصب عنك خلاص بدات. طيب يا ابو السيوف معلش بقى، انا عندي شويه اطلاع عن اللغه وعارف ان انا لما اجي اقول مثلا he ما اقولش he is play. دي بقى حاجه تانية بقى، دي لما يجي وقتها ونيجي نتكلم عن الافعال هتلاقيك انت برضو بتبرمج عقلك ان انا خلاص لما هاجي احط اسم صفه رقم ضمير مش عارف، لازم احط الاس، لازم احط الار، لازم احط الام. مع استخدام اللغه هتبدا تفرق ما بين امتى لازم
وامتى مش لازم، وهتعرف ليه هنا منطقي وهنا مش منطقي. مش عاوزك تستعجل نتائج. خلاص، يبقى we are your، بنتكلم على ضمير، ما ينفعش انتقل من الوي للضمير من غير الواسطه بتاعتي. we are your team. لازم احط الواسطه بتاعتي قبل ما انتقل الى الضمير. اخر مثال you are in my heart. you انت are in، ما ينفعش انتقل من اليو للحرف. خد بالك اهو تاني كده، ما ينفعش انتقل من اليو او من الهي او من الشي او من الاي لاي حرف خلقه ربنا الا لما احط الواسطه بتاعتي الخاصه باول كلمه. يو يجي معناها بيجي بعدها ايه؟ ار. يبقى you are in my heart. هنا بقى خلصت ده، اتدربت، ظبطت الدنيا، الموضوع بقى منطقي في عقلك. احفظ بقى، لو عايز تحفظ حاجه احفظها. فتحفظ لي كده ان انا امتى بحط الاز، امتى بحط الام، امتى بحط الار، لو هيجي بعدهم اسم صفة الرقم هو ضمير حرف الجر. اسم صفة الرقم هو ضمير حرف الجر. أقولها كم مرة؟ 100. اسم صفة الرقم هو ضمير حرف الجر. هي وتروح جاي هي كده، والناس ايه تبص لك وتضحك، بص المجنون. سيبك منهم، هو دلوقتي بيقول مجنون، بعد كده لما يلاقيك انت بتتكلم اللغه يقول يا ريتني كنت مجنون زيه وعملت زيه عشان اتكلم زيه، ويبدا بقى يحسدك ويحقدك وانت تنام على السرير. اعاذنا الله. خلاص، يبقى اسم صفة الرقم هو ضمير حرف الجر. انت بقى تقول هي اسم صفة الرقم هو ضمير حرف الجر، اسم صفة الرقم هو ضمير حرف الجر. يبقى خلاص، انا اول لما الاقي بعد الفاعل اي حاجة من دول اسم صفة الرقم هو ضمير حرف الجر، لازم احط الواسطة بتاعتي verb to be. خلاص؟ ها؟ كرر بقى، عايزك تقعد تكرر كده. طيب افرض بقى انا عاوز اسال، عشان هنا كنا بنقول he is, she is, it is, I am, you are, we are, they are، صح؟ عشان كنا عاملين نقول الكلام ده اكس. هات الواسطه الاول كده انت بتسال، بس خد بالك انك كده بتسال بهل فقط. يعني انا هقول ايه؟ كنا بنقول فوق she as، فهقول as she a beautiful woman. هل هي امرأة جميلة؟ as she. طيب أنا عايز أسأل مع you، هي الواسطة بتاعت you إيه؟ are you are. يبقى are you clever؟ are you؟ أظن اللعبة هنا سهلة. خلاص، يبقى أنا كل ما في الموضوع أحط الواسطة الأول كده بكون بسأل، بس بسأل بيه؟ بسأل بهل. طب يا أبو السيوف لأ بقى، مش هينفع أسأل بهل بس، أنا عاوز أسأل بهاو، كيف؟ أعمل إيه بقى ساعتها؟ زي ما هي كده، شو أنا سايبها لك إيه؟ زي ما هي، ما تجيش ناحيتها، زي ما هي كده. مش إحنا خلاص بنسأل بهل فنقول is she؟ صح؟ زي ما هي كده سيبها لي وحط لي اللي أنت عاوز تسأل بيه. عاوز تسأل كيف حالها؟ فهنقول إيه؟ how is she؟ كل ما في الموضوع هجيب أداة السؤال بتاعي واحطها قبل الصيغة اللي أنا اوريدي حفظتها. خلاص، ما تحفظش. مش عاوزك تحفظ القاعدة اللي كانت بتقول ده لازم verb to be هو اللي يجي بعد أداة الاستفهام أو بعد أداة السؤال على طول. سيبك من دي. ليه؟ ده هيخليك قبل ما تيجي تسأل عمال تفكر في القاعدة وبعد كده تروح جاي حاطط ايه ده؟ انت بتاخد بتاع 10 ثواني تفكير وبعد كده بتقول السؤال اللي انت عاوز تقوله، يكون الراجل اللي انت بتسأله ماشي خلاص. عشان كده خلاص الموضوع يا جماعة بيجي بالترتيب كده زي ما انا قلته. he as، عايز اسال اخليها as he، وهيبقى السؤال هنا بمعنى هل. طب انا مش عاوز اسال بهل، انا عاوز اقول هي عامله ايه دلوقتي، كيف حالها. فزي ما هي الصيغه as he احط لها في الاول الهاو بتاعتي. how is he، how is she.
How are you؟ طيب هنا احنا I am، عاوز اسال بحط الواسطه الاول فهقول am I. طب انا بقى عاوز اسال بحاجه غير هل انا، عايز اقول من انا who، فاروح جاي اعمل ايه؟ زي ما هي، مش هي am I هل انا، زي ما هي كده احط بقى في الاول الاداه بتاعتي اللي انا عاوزها، فهقول who am I. طيب تعال ناخد مثال كمان. كنا بنقول you are، عاوز اسال احط الواسطه الاول فبقينا نقول are you هل انت. طب انا بقى مش عاوز اسال بهل، انا عاوز اسال عن كيف حالك، تعمل ايه، فهحط ايه اداه السؤال بتاعتي في الاول زي ما هي كده، فهقول ايه بقى how are you بمنتهى البساطة. طيب اللي بقى كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول at بيجي بعدها الفيرب is لما احب اسال هجيب الواسطة بتاعتي الفيرب بتاعي في الاول فاقول is at. طيب مش عاوز اسال بهل كالعادة what is it هو ده ايه، ما هذا what is it. احفظ بنفس الترتيب اللي انا كتبته، ابوس ايدك he is she is واقعد اكرر كتير قوي. خلاص انا عرفت بيجي بعد دي ايه وبعد دي وبعد دي ايه، من التكرار عقلي اتبرمج. طب عايز اسال هروح جاي عاكس is she is he are you are we. طيب انا مش عاوز اسال بهل، اروح جاي حاطط الاداه بتاعتي على الشكل زي ما هو زي ما حفظته كده، هضيف بس في الاول الاداه وخلاص، على كده خلص الموضوع. خلصنا الجزء الاول من الحلقه، نخش على الجزء الثاني. مش عايزك تزهق، اللغه عايزه صبر عشان تلاقي بعد كده الثمره. ثانيه واكون معاك. طب انا الفيديو ابو السيوف طويل كده، مش عارف اذاكره كله على بعضه كده مره واحده، ذاكره على مرتين. ذاكر النهارده وبكره مع كورس مثلا الجمل، او بعده مع اي كورس سهل ذاكر الجزء الثاني من القواعد. مش لازم تذاكر الحاجه مره واحده، احنا كده كده بناخد فيديو واحد بس كل يوم، فتقدر بقى تقسم نفسك على مدار ال10 ايام انك تخلص ال10 فيديوهات زي ما انت عاوز، ده متروك لعقلك. هناخد بقى البروناونز، الضمائر. انسى برضو التصنيف، مش هقول لك هي ايه ضمائر المفعول به وصفات الملكيه وضمائر المنعكسه، خلينا من كل التسميات. انا سميتها لك كلها على بعضها pronouns، هي ضمائر، واسكت على كده. هو امتى انا بقى بروح احفظ بقى يا دي اسمها الضمائر المنعكسه ودي ضمائر المفعول به ودي ضمائر الملك؟ امتى بحفظ الكلام ده؟ لو هدرس، لو زي حالتي كده هدرس فهحفظ الكلام ده. وهدرس لمين؟ لو هدرس مناهج. يعني انا دلوقتي مش هقول لك المعاني، مش هقول لك التصنيفات، ليه؟ عشان انا عاوزك تشرب اللغه. امتى بقى انت تاخد حاجه زي كده؟ بعد ما تخلص اللغه والكلام ده، اعرف بقى كل حاجه بتصنيفاتها بترتيباتها، مش هتتلخبط ساعتها لانك خلاص اوريدي بتتكلم اللغه. طيب الضمائر بتاعتي هي الحاجه اللي تخص الفاعل. يعني انا مش عاوز اتكلم عن الفاعل بشكل مباشر، مش عايز اقول هو هي، مش عايز اقول انا، لا انا عاوز اقول الحاجه اللي تخصني، انا عاوز اقول الحاجه اللي ليا، انا عاوز اقول الشخص بيحبني انا. ساعتها انا بستخدم الضمير اللي يخصني، الضمير اللي يخصه، الضمير اللي يخصها، الضمير اللي يخصكم، الضمير اللي يخصهم، الضمير اللي كده، الضمير اللي يخصك. فانا بستخدم الضمائر علشان تعبر عن حاجه، يا اما بتحصل علشاني او بتنتمي ليا او ملكي او بتحصل في حقي. خلاص هو ده الضمير. طيب انا هحفظ ازاي بالسيوف؟ بص يا حبيب قلبي وركز وطبق، مش عايزك تفكر كتير. انا مش حاوي، بقالي كتير بدرس لغه، وقعت في غلطات 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 غلطات، فانا بوفر عليك كل الوقوع في الغلط ده. خد الزبد على طول. هتحفظ بقى ازاي؟ كالاتي: I، فتروح جاي قايل ايه؟ الضمائر بتاعت I هي my me my myself.
my, me, mine, myself. my, me, mine, myself. 10 20 30. المهم انك امتى خلاص عرفت هو انا امتى بستغنى عن الاي لما اجي اتكلم عن نفسي. في 4 طرق، يا اما هقول my، يا اما هقول me، يا اما هقول mine، يا اما هقول myself. طيب امتى بدي وامتى دي وامتى دي؟ من الامثله بقى انت هتلاقيك بدات تفهم. من الامثله بدات تفهم، مش تصنف لي اصل دي بتيجي مع المفعول به فتبدا انك انت بقى تحول دماغك للعربي الاول فتقول ده انا عاوز ابقى مفعول به فاقول كذا وبعد كده تروح جاي تترجم للانجلش. هنا هو ده اللي بيعقدك من اللغه. لو انت مش واخد بالك هو ده اللي بيعقدك من اللغه اصلا. هو ده اللي بيخليك انا مش عارف اتكلم. عشان انت ماشي بالطريقه التقليديه، بالطريقه بتاعت المناهج. الطريقه دي ما تنفعش لو انت عاوز تتكلم انجلش، ما ينفعش ابدا. خلاص فانا هعمل ايه؟ خلاص انا عرفت ان الضمائر الخاصه باي بانا كلها 4 ضمائر my me mine myself. اللي بعده الضمائر الخاصه ب he has him has himself. his him has himself. his him has himself. his him has himself. احفظ معايا has him has himself. قول بقى بعد انت 15 20 30 مره لازم اول لما السؤال يجي في بالك قول هي ايه ضمائر الهي، تروح جاي كررهم ورا بعض كده من غير ما تفكر حتى. اللي بعد كده ضمائر الشي her 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 hers herself her her hers herself. تقول ضمائر الشي هي ايه وتقعد تحفظ 1 2 3 4 ورا بعض كده، تحفظ 10 20 30 40 مره لحد ما تلاقيك بتقولهم غصب عنك بيطلعوا ورا بعض كده بالترتيب من غير ما تفكر. اللي بعده ضمائر اليو your you yours. هنا بقى هناخد 2. خلاص هنا هناخد ايه 2 yourself و yourselves. yourself و yourselves. خلاص yourself انت، حاجه تخصك انت. yourselves انتم. طب ما احنا عارفين ابو السيوف ان يو هي انت وانتم الاثنين في اللغه، ما عدا بس لما احط جنبها self. self معناها نفس. خلاص اول لما احط كلمه النفس دي لازم بقى افرق ما بين انت وانتم، لازم اجمع. هنا هيبان الجمع بتاعي لان نفس واحده غير انفس كتير. فكر فيها شويه ماشي. اللي بعده ضمائر الوي our 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 us ours ourself ourself. ضمائر they their their them 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 theirs theirs themselves themselves. برضه تروح جاي قايل ضمائر ازاي هم ايه وتقعد بقى ايه تكرر 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 لحد ما تحفظهم صم. تعالى بقى انت كررت خلاص، انت مش هتحل على طول، انت حفظت اوريدي كويس قوي. تروح جاي بقى ايه مشغل الفيديو مستأنف وتسمع الامثله. ركز بقى معايا. هنا انا بقول it's نقط book انه كتاب. طيب انا عاوز اقول مثلا انه كتابي. it's my book. كتابه. it's his book. كتابها. it's her book. كتابكم كتابكم it's your book. كتابنا it's our book. طيب كتابهم it's their book. يبقى انت كل اللي هتعمله it's تروح جاي قايل مرة my book his book her book your book our book their book وتشاور بقى عشان بقى ايه تخلي دماغك تاخد على اللغة. my book your book his book her book their book your book. لو انت ايه بتتخيل كده وانت عملت شاور. تعال كده ناخد المثال اللي بعده. he loves
هو يحب. he loves. فاش اقول he love، هناخد بعدين الكلام ده. he loves، عايز اقول يحبني انا. he loves I. انت فهمت، بس الامريكي فهم برضو، بس حاسس انك بتتكلم انجليش مكسر. فانا عايز اخد الضمير اللي بيتكلم عني انا. مش انا لسه قايل لك ان انا بشيل الاي بحط الضمير اللي يعبر عني؟ فهو دلوقتي انا مش هحط الاي خلاص، انا كده كده مش هستخدم اي حاجه من دي، بستخدم ضمائر وبس. فاقول ايه بقى؟ he loves، عايز احط انا me. he loves me. he loves me، هو يحبني. he loves me. he loves him، هو يحبه. he loves her، هو يحبها. he loves them، هو يحبهم. he loves you، هو يحبك. he loves us، هو يحبنا. he loves you، يحبكم برضو. خش على المثال الثالث. cats are، القطط، عايز اقول بتاعتي. ينفع اقول cats are my؟ خلاص بقى انا من كتر التكرار فهمت خلاص من غير ما احفظ اي قواعد ان my لازم هيجي بعدها كلمه. فاش تبقى هي اخر كلمه. فاش اقول القطط لي وهيبقى اخر كلمه هي ماي. مش هينفع، انت قعدت تكرر كتير قوي 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 لحد ما فهمت ان ما ينفعش ماي تيجي في الاخر. ماي ما تجيش في الاخر ابدا. امال انا عاوز اقول لي بكلمه ضمير تعبر عن اي وتيجي في الاخر، هقول ماين. cats are mine، بتوعي لي. cats are ours، بتوعنا. cats are yours، قطط لكم. theirs، cats are theirs، عايز اقول القطط لها. cats are hers. طيب القطط لها. cats are his. cats are his. آخر مثال عشان طولنا. hidden in، hidden معناها مختبئ، حاجة متخبية، مخبأ فيه. hidden in myself، حاجة دي محفورة جوايا. hidden in myself. طيب مخبأة جواك انت. hidden in yourself، جوا نفسك yourself. طيب مخبأة جواهم. hidden in themselves. طيب جواه هو مفرد، جوا واحد بس، مخبأة جوا نفسه يبقى hidden in himself. جواها herself. جوانا ourselves. طيب حاجة مخبأة جواكم كلكم yourself. لا، أنفسكم جوا أنفسكم مش نفس واحدة. yourselves. selves. yourselves. الفيديو دوت مهم، قلنا حاجات كثيرة قوي 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 فيه، ولكن هو لو لاحظت هتلاقي الطول في التكرار مش في الكمية. عشان كده اتكرر كتير حتى لو هتقعد تذاكر القواعد اللي خدناها النهاردة ساعتين، لأن الحاجات دي مهم جدا تذاكرها بالطريقة دي. اوعى تذاكر بالطريقة التقليدية. اشوفك ان شاء الله في حلقة جديدة من كورس جديد، والسلام عليكم.